عارفين الايام الطويله اللي مش بتخلص؟ ده كان يومي النهارده از بزنس اونر. اشتغلت 14 ساعه وما كنتش نايمه كمان قبلها. هحكي لكم قصه الصوره دي. بس اليوم ابتدى بان انا اصلا ما كنتش نايمه، كنت قاعده لحد الساعه 6 الصبح شغاله على الكورس اللي انا هنزله قريب. اللي حصل ان احنا كنا عاملين عرض على بوكس جاست جيرل اللي هو البوكس الملكي، وجالنا اوردرات كتير قوي، واليوم ده بالذات كان كل التيم اخد اجازه، ما فيش الا جنى اللي قدرت تنزل معايا. فروحنا نخلص اكبر كم من الاوردرات عشان التيم لما يجي تاني يوم يكمل. طبعا احنا الاوردر عندنا بياخد عندنا مراحل كتير، لان احنا في كذا مرحله تغليف زي البوكس ده. بعد كده اخدت ناب، طبعا انا ما كنتش نايمه، دخلت نمت ساعتين في المكتب بتاعي، وبعد كده رحت طلعت تاني اكمل اساعدها. احنا بعد ما نجيب البادي لوشن نحطه في البوكس بتاعه، وبعد كده بنروح نحطه في البوكس ذات نفسه اللي هو هيطلع لكم، اللي هو البوكس بتاع جاست جيرل الكيوت ده. فاحنا عندنا هنا مهتمين بادق التفاصيل، يعني الحاجه بتبقى باكجينج جوه باكجينج جوه باكجينج عشان يبقى محافظ عليها، وفي نفس الوقت يبقى في تجربه حلوه. بعد كده طبعا البوليسات بتاعت الاوردرات، طبعا بفضل الله بفضل الله واضح ان الاوردرات كتير جدا. احنا كده كمان ما قدرناش نخلصها كلها. نصيحتي بقى لاي حد بادئ براند، يا جماعه قدموا قيمه للناس، قدموا كواليتي للناس. لما توعدوا الناس بالكواليتي الناس هتصدق فيكم. ومع ان البراند الحمد لله الحمد لله لسه ما كملش 6 شهور حتى وجديد، بدا يبني اسم. بعد طبعا كل الاوردرات بدات ان انا اجهزهم، هي تكتب لي الاوردر مكون من ايه وانا اجهزه، احط البوكس واعطره، وبعدين احط فيه البرودكتس واحط معاه الثانك يو كارد والبوليسه عشان نعرف نقفله. احنا بدانا شغل الساعه 7 الصبح، خلصنا الساعه 10 بالليل، وسلمنا كل حاجه لشركه الشحن، والحمد لله نزلنا خلصانين. رحنا نمنا بقى.